السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. حبايب جبت لكم سناب للكاميرا مال الحاسبة. هذا البرنامج كلش حلو وبيه شغلتين حلوات. أول نقطة إنه تحصل على فلاتر كلش حلوة للكاميرا مالتك. وثاني نقطة إنه بعض الكاميرات من يلتقطها برنامج معين، مثلا أنت جاي تبث بالاو بي اس وتريد تصور بغير برنامج مثلا، فما راح يلتقط الكاميرا مالتك. ليش؟ لان راح يقول لك انه الكاميرا مالتك مستخدمه او قيد التشغيل. وباي برنامج اخر، مثلا باي برنامج انت اليوم مستخدم كاميرتك بالاو بي اس وتريد تصعد كاميرا بالديسكورد او برنامج ثاني او اتصال مثلا واتساب او غيره، فراح يقول لك يابا انه كاميرتك مستخدمه ما راح اقدر اطلع لك الكاميرا. فالحل همين موجود بهذا البرنامج. بعد ما راح تدخل على الرابط اللي مخليك اياه انا بالوصف، راح تيجي تضغط على داونلود. وبعد ما ضغط على داونلود تحط هنا الصح وتحطهم يالك هنا ويقول له انا لست برنامج ريبورت. بعدها تقول له تحميل داونلود، تريد على البي سي او تريد على المايك. بعد ما حملنا هسه بكل بساطة نجي يا شباب ونقول له تنصيب. طبعا انا ما نصبته على مود انه اظل وياكم ونصبه من الصفر وياكم. اول ما ينزل البرنامج تفتحه راح يطلع لك هذه الايقونة. تجي نيكس، تختار مكان الحفظ اللي يعجبك. نيكس نيكس، انه يا بعرض لي اياه. احط صح انه طلع لي اياه بسطح المكتب. نيكس انستول. بعدها راح ينصب البرنامج. خليه نشوف بعد ما راح ينصب وراح اشوفكم الفروقات اللي موجودة. تمام، هسه البرنامج هو نصب تقريبا، فبقى بس انه نفتحه ونشوف الوضع مالته، وراح افهمكم بيه ان شاء الله بالتفصيل. السطحي مو الممل وبأدق تفاصيل، لأن هو برنامج بالنهاية سهل. يابا هنا يقول لك الكاميرا مالتك مستخدمة. تمام، على العموم انه هاي كاميرتي مستخدمة، فعلا هي مستخدمة. وين مستخدمة؟ مستخدمة بالاو بي اس. فهسه خلي نرجع وين؟ نرجع على الاستراحة اللي هي هذه، ونجي يابا نمسح الكاميرا مالتنا. تمام شباب، مجرد انه شلعت اليو اس بي من الكيس ورجعته، هو التقط الكاميرا. قلنا انه اي برنامج اخر مفتوح ملتقط الكاميرا لازم تمسحها. بعد ما اوكي، هنا اريد اطفيها انا مال. فالكاميرا بهذا الشكل. فهسه نجي على مود انه افهمكم بيه اكثر. هذا السناب اللي موجود بيه سنابات كل شوي تقدر تبحث عليهن. فمثلا هذا سناب، انت عجبك هذا السناب خلينا نقول، فكل بساطة انه تجي تحط عليه مفضل وتخليه هذا بالمفضلات عندك، لان دائما انه يجي تحديثات ويروح عنه. فانت احفظه يمك. تمام تمام. فغالبا ما احنا يعني كشباب انه نحتاج فلتر بالسناب. مو فلتر في انه يكون واضح وبس، مجرد انه ينطي الوان حلوه لا اكثر ولا اقل. ما نريد انه ينطينا آه، حمار للشفا يعني للخدود او فشي، لان بالنهايه احنا رجال وما نحتاج هذا الشيء. لكن البنات يحتاجن هذا الشيء وموجود إلهن طبعا هذه الفلاتر. طبعا انت راح تتعرف على منشئي الفلاتر هنا من خلال الصور واسمائهم. فغالبا ما انه هاي الشخصية، هذه الشخصية بالضبط، هاي الشخصية هي موجهة تقريبا خلي اقول نسبة 70% هي للبنات. فلاترها كلش حلوة، قليل تنزل على الشباب. وبنفس الوقت من تنطي فلتر، تنطي فلتر مرتب. على العموم بعد ما خلصنا قلنا ونختار انه الفلتر نريد ننطيه هيك بين ما يحمل وينزل. قلنا اذا عجبنا ونريد نحتفظ به ونخليه بشكل شبه دامي، مجرد انه نخليه بالمفضلات. فهذا البرنامج بكل بساطة. اما تقدر تصنع. طبعا هذا الفلتر انا دائما احبه، بس مو هذا شخصيا، هي هذه البنت اللي تنشئ الفلاتر كلش حلو. تنطيك الوان. انا اللي ابحث عنه انه ينطيني لون للصورة فقط، ما اريد انه يسوي لي اياها يابا واو. فانا احب هيك يعني، بس مجرد انه ببساطة. فهمتني؟